السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى موجودين في مدينة رشيد محافظة البحيرة، بنسلم قطاع ألوميل. طبعا قطاع غني عن التعريف، قطاع حاجة محترمة، تقفيل ممتاز، فينش ممتاز. في نفس الوقت هنمر على الشغل كله اللي احنا سلمناه ونوريه لحضراتكم، نسبة عزل صوت، فينش، سهولة حركة، كل حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى. قرب يا باشا كده اختبر الصوت، تعالى كده. احنا كده مقفلين الازاز ده بالمناسبه، يعني ازاز 5 مللي مسلفر داخلي، 6 مللي عاكس خارجي، وفراغ داخلي 6 مللي، وزائد الحقن، يعني عازل للصوت والحراره، وحاجه بفضل الله سبحانه وتعالى حاجه ممتازه جدا جدا جدا. بص يا باشا، مجرد ما فتحنا الظرف كده الصوت ده، الصوت اهو، ده الصوت تمام. هنقفل الظرفه بتاعتنا، مفيش صوت خالص، مفيش صوت، قطع تقفيل ممتاز. تعالى هنا كده، السكينه بتاعته بص، الناس اللي بتشتكي بدخول الاتربه والكلام ده كله، بص السكينه مفيش فراغ ما بين الضرفتين، وراكب فيها المنع الاتربه بتاعته، راكب. بص تقفيل الزوايا بتاعته تمام. بص الكاوتش، الناس اللي بتنسى موضوع الكاوتش بتاع البرور، كاوتش البار اهو راكب عليه تمام. معانا برضو السكينه اللي هي الدوران، حاجه ممتازه، السكينه اللي هي الدوران. اكسسوارات الوميل، مالتي لوك، سكاك دفع اهو، مجرى ستانلس، انزل مجرى. يعني الضرفه دي مثلا وزنها تقريبا ما تقلش عن 75 80 كيلو تمام. معلش لا مؤاخذه كده، محركه بصباع واحد اهو، بصباع واحد، الضرفه تقيله اهي اه، الضرفه. طبعا في القطاعات الثانيه ما اقولكش بقى، ناس بتشتكي من سهوله الحركه والاستخدام والفتح والغلق والكلام ده كله. في شغلنا بفضل الله سبحانه وتعالى حاجه محترمه اه. تعال نكمل بقيه الشغل. هنا برضو نظام بلكونه، فين ظرف جرار وسلك، نفس المواصفات. السلك اهو، بالمناسبه احنا ما اتكلمناش على السلك. السلك هنا اللي احنا مركبينه سلك ستانلس، يعني ضمان مدى الحياه، ركب وانسى. ما هو قطاع الومنيوم مش هركب عليه اي سلك، حاجه محترمه اهو. تقفيل كل واحد اهو. قرب يا باشا على الزوايا كده اهو. السكاك هنا بص يا باشا، السكاكات ما فيهاش مسامير ظاهره والكلام ده، كل حاجه داخله بفضل الله سبحانه وتعالى اهو. المالتي لوك نفس الاكسسوار، نفس الموضوع برضه اهو، ما فيش مسامير ظاهره اهو. نقطتين اغلاق، دي نسبه تحكم واحكام عاليه وممتازه. السلك، بس السلك لكن فيها فرشه اهي، تتميز عن القطاع الجامبو. كمان الجامبو بيركب فيه طبقه واحده فرشه، او طبقه داخليه وطبقه خارجيه، لا هنا طبقتين داخليين وطبقه ما بين الايه، ضرفه الازاز ضرفه السلك اهو. تعالى يا باشا على الشغل الثاني. معانا الشباك برضو هنا اهو، تقريبا مساحته حوالي 2 متر و10 سم. سامعين الصوت؟ مجرد ما افتح الضرفه الصوت ظهر تمام. انا بقفل الضرفه اهي، مفيش صوت، مفيش صوت خالص، نسبه عزل محكمه ومحترمه جدا. الشباك الثاني نفس الموضوع وتقريبا نفس الحجم برضو اه. سلك، حاجه سلسه وحاجه محترمه، يعني تركب وانسى بدون مشاكل بقى وبدون صيانه وبدون وجع قلب. مش غالي، الغالي هو الرخيص النهارده، في سبيل انت بتاخد حاجه متقفله كويس، احكام كويس، فنش كويس، سهوله حركه وسهوله استخدام، شكل جمالي محترم، ركب وانسى. تعالى يا باشا، بص يا باشا باب الحمام متقفل ازاي، دي زوايا خارجيه اهي، مجلدين المكان ده كله. معظم الشغل اللي بيركب طبعا الحلق، وبينساب المكان دوت ظاهر بتاع السيراميك، لا احنا مجلدين الزاويه دي كلها بنفس الايه، بنفس اللون اهو. نقفل على الشكل السيراميكي اللي هو بيكون ما بين لان السيراميك هنا الداخلي دوت مرتبط بلون الحمام اللي هو الابيض الداخلي. طبعا السيراميك الخارجي هنا
حاجه برضو مختلفه، فاحنا قفلنا عشان خاطر نمشي مع الشكل ايه، الشكل الخارجي. تجاليد اهي. تعالى من الداخل كده، تعالى من الداخل. بالمناسبه عندنا هنا المفصلي، الباب الحمام والشغل المفصلي ده قطاع ثنائي تشريف علي حسن. حاجه محترمه، قانون اشاره تركي. تمام. تعالى يا باشا على شباك الحمام اهو. العامل طلب ان هو يعمل ضرفه مفصلي والشفاط فوق منه. ادي الضرفه اهي. طبعا السلك هنا برضه ستانلس اهو، سلك سلك ستانلس. الناس اللي بتركب عصفور هنا، طبعا احنا معظم شغلنا بنركب كله اوكر اهي. حاجه سبالونه، حاجه محترمه كده وشغلها جميل ومحترم. تعالى يا باشا على شباك المطبخ. صور الفينش ده من بره. تعالى يا باشا هنا عملنا ضرفتين مفصلي للتهويه اهو. عايز افتح ضرفه واحده واسيب الثانيه ثابته مش مشكله، ما فيش مشكله عادي. تمام. عايز افتح الضرفتين برضه افتحهم. معايا تهويه كامله للمطبخ. السلك بتاعه برضه سلك ستانلس ثابت اهو. مانع تربه، الكاوتش بتاعه، الصداد، الكاوتش بتاع الازاز الخارجي، كل حاجه راكبه اكسبارتا كامله، ما فيهاش حاجه ناقصه خالص. لما بروح اي مكان داخل او خارج المحافظه، احنا دلوقتي في زي ما قلت لحضراتكم في مدينه رشيد محافظه البحيره. معانا شغل ولله الحمد في جميع المحافظات، وسعر المتر ثابت، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى برضو الفنش بالنسبه لنا ثابت، يعني ما فيش قطاع غير الثاني، لا الفنش كل واحد، المواصفات كلها واحده، التزامنا بالمواعيد واحد. ده بالعكس ان احنا بنسلم الشغل قبل الميعاد ما يجي، وبنتحايل على العملاء ان احنا نركب لهم قبل الميعاد. طبعا منتظرين اراء حضراتكم في الشغل، ويا رب ينال اعجابكم ان شاء الله. السلام عليكم.